اهلا بيكم. تعالوا مع بعض بشكل سريع كده نناقش مع بعض ايه هي اهم المستجدات الموجوده معانا في الاسواق. شفنا طبعا اليوم الذهب بيصل لمستويات ال 4235 الى الان، وارتفاعات مستمره واستمرار لتحقيق القمم التاريخيه. وايضا عندنا ملف الاغلاق الحكومي الامريكي ما زال مستمر، وحاله من الضبابيه وعدم اليقين ما زالت موجوده. وحديث جيروم باول الاخير اللي نوعا ما اعطى نبره للاسواق ان بالفعل الفدرالي الامريكي مستمر في عمليات خفض الفايده خلال اجتماعاته القادمه. والملف الاخير وهو تزايد التوترات التجاريه او حرب التعريفات الجمركيه من جديد بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. فيلا بينا نبدا ونناقش الملفات دي مع بعض ونشوف تاثيرها على الاسواق. خلونا نبدا اولا بارتفاعات الذهب. ارتفاعات الذهب حتى الان بتوحي او بتفهمنا نوعا ما السيناريوهات القادمه في الاسواق، وهو تأكيد عمليات خفض الفائدة القادمة. يمكن نوعا ما التوترات الجيوسياسية ما نقدرش نقول إن هي العامل الأكثر تأثيرا على الذهب في الوقت الحالي، لأن نوعا ما التوترات الجيوسياسية ابتدت تقل، لكن فكرة إن الذهب ما زال بيستمد قوته وبيتأكد من عمليات خفض الفائدة القادمة، خاصة بعد تصريحات جيروم باول وارتفاع التوقعات حتى الآن ان يكون عندنا عمليتين خفض للفائده خلال متبقي من عام 2025 وثلاث عمليات خفض الفائده خلال عام 2026، لتصل اجمالي التخفيضات ما بين الواحد وربع للواحد ونص بالمئة حتى نهايه عام 2026. وده بالطبع بيدعم الذهب واسواق الاسهم الامريكيه، لكن في الطبيعي كان المفروض يكون الدعم لاسواق الاسهم الامريكيه اكتر من الدعم الموجود للذهب. لكن الفكره كلها ان احنا عندنا خلال الفتره الأخيرة كلام كتير جدا حوالين فكرة فقاعة الأسهم التكنولوجية وأسهم الذكاء الاصطناعي. أسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت بصورة قوية جدا في عام 2025، وكان أدائها يعتبر إيجابي بصورة كبيرة. لكن فكرة أن يكون عندنا بعض المخاوف من فقاعة في الأسهم دي، خاصة مع الحديث عن أو حديث مؤسسات استثمارية كبرى عن أن الأسهم نوعا ما أصبحت بأعلى من قيمتها في الوقت الحالي بعد الارتفاعات الكتيرة اللي حصلت دي، نوعا ما بتخلي الذهب يكون هو المستفيد الأكبر من عمليات خفض الفائدة القادمة وليس الأسهم الأمريكية، إلى حين ان الاسهم الامريكيه تسبق قوتها بالفعل. وده موجود معانا في الوقت الحالي، لان احنا بالفعل بدانا موسم نتائج ارباح الشركات للربع الثالث من عام 2025. محتاجين ان احنا نشوف نتائج قويه للشركات الامريكيه تثبت او تبرر لنا بشكل كبير ارتفاع اسعار الاسهم اللي شفناها على مدار الفترات اللي فاتت. اعتقد لو ده حصل هيكون عامل مساعد نوعا ما للاسهم الامريكيه ان هي تستمر في ارتفاعاتها بصوره قويه، ونوعا ما تاخد جزء من الارتفاعات الموجوده في الذهب. وده وارد جدا، لان احنا عندنا في الوقت الحالي مع الاستقرار اللي نوعا ما بيحصل في الاقتصاد الامريكي، الطبيعي جدا ان احنا نشوف ارتفاعات قويه لاسواق الاسهم الامريكيه، لان احنا عندنا اداء ايجابي من الشركات نفسها، ده من ناحيه الاقتصاد الجزئي، واداء عام للاقتصاد الامريكي يعتبر جيد. لان الفدرالي الامريكي، وده يخلينا نروح للملف الثاني، من الواضح ان هو هيركز اكتر خلال الفترات القادمه على سوق العمل الامريكي وليس التضخم. ونوعا ما ابتدى يكون عندنا الفدرالي الامريكي نفسه مجتمع على فكره ان احنا لازم يكون عندنا سياسه تيسيريه. هيلغوا كمان سياسه التقليص الخاصه بميزانيه الفدرالي خلال الفتره القادمه، وده هيكون جيد ايضا بالنسبه للاقتصاد بشكل كبير جدا. فالعوامل دي لما تجتمع مع بعض هتؤدي الى اقتصاد جيد في الولايات المتحده الامريكيه. وكمان كان عندنا نقطه مهمه جدا، ان الفدرالي الامريكي دايما في الفتره الاخيره بيصرح بفكره ان ارتفاعات التضخم اللي اتت او اللي موجوده في الوقت الحالي هي نتيجه للتعريفات الجمركيه، وهي ارتفاعات مؤقته، وبالتالي الارتفاعات دي هتزول. وبالتالي هو بيقول لنا في الوقت الحالي ان انا مشكله التضخم بالنسبه لي مش مشكله كبيره، انا محتاج اخفض الفايده بشكل كبير. فمعنى كده ان هو بيركز على سوق العمل بشكل اكبر، لان هو عشان يقدر يدعم سوق العمل الفتره الجايه محتاج ان هو يخفض مستويات او معدلات الفائده بشكل كبير. والامر ده من الطبيعي جدا ان هو ايضا هيضعف الدولار الامريكي. الدولار الامريكي بعد ما كان بدا يشهد بعض الارتفاعات ابتدى مرة تانية قبل ما يتخطى مستويات المئة بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي ابتدى يعاود عمليات الهبوط بشكل قوي.
عندنا ايضا مؤشر، او حتى بالرغم من ارتفاع مؤشر الفيكس الا اننا لا نرى اي اداء ايجابي بالنسبه لمؤشر الدولار. وده لو هنفهم منه حاجه او هنستفيد منه حاجه، هنستفيد منه ان الدولار مش عليه اقبال في الوقت الحالي حتى بالرغم من المخاطر، لان الطبيعي جدا ان لما بترتفع عندنا المخاطر وبيرتفع عندنا مؤشر الفيكس اللي هو مؤشر التقلبات، بيزيد الاعتماد بشكل كبير وبنبتدي نشوف ارتفاعات على الدولار. لكن ده ما حصلش في الوقت الحالي، هيبتدي يحصل على الملاذات الامنه الاخرى زي الذهب وزي الين. طبعا حتى الين عنده عوامل بتضعفه، ودي واحده من الاسباب اللي بتخلينا نتجه للذهب او مساهمه في ارتفاعات الذهب، ان الملاذات الامنه كلها في الوقت الحالي بتمر بظروف غير جيده. الدولار الامريكي بيمر بحاله من الضعف بسبب خفض الفائده المتوقع خلال الفترات الجايه، والتركيز على سوق العمل والتركيز على السياسه التيسيريه وانهاء سياسه التقليص. النقطة الثانية، الين الياباني بيعاني لأن تم تعيين رئيس وزراء جديد بيميل أكتر إلى سياسة التيسير، وبالتالي مش هيرفع الفايدة الفترة الجاية. وبالتالي بعد ما الأسواق كانت متوقعة رفع الفايدة من جانب البنك المركزي الياباني، مع إنهاء ده ابتدى يعود الضعف مرة ثانية بالنسبة للين الياباني. فمعنى إن الملاذات الآمنة كلها بتعاني من ظروف غير مستقرة، ده خلى الاتجاه للذهب عندنا بشكل أكبر خلال الفترات اللي فاتت. النقطة الثالثة أو الملف الثالث هو ملف الإغلاق الحكومي الأمريكي. ابتدى يظهر عندنا بعد ما كانت المؤشرات في البداية بتشير إلى أن الإغلاق الحكومي هو هيكون إغلاق قصير ومؤقت، ابتدى يكون عندنا بعض الإشارات أن ربما قد يكون أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية. ما عندناش أي بوادر اتفاق في الوقت الحالي بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الموازنة، عندنا خلافات ما زالت مستمرة، عندنا حالة من عدم اليقين بتعم الأسواق لأن احنا عندنا إغلاق حكومي، فبالتالي ما عندناش أي بيانات اقتصادية بيتم إصدارها. ومعنى أن ما عندناش أي بيانات اقتصادية بيتم إصدارها معناه أن قرار الفيدرالي الأمريكي القادم مش هيكون مبني على أي أرقام اقتصادية، لأنه ما عندوش سوق العمل، او سوق العمل لم تصدر له ارقام هذا الشهر. ما زلنا منتظرين ارقام التضخم الاسبوع الجاي، ما حدش عارف اذا كان هيتم اصدارها ولا لا. وبالتالي لو ما تمش اصدارها معنى كده ان قرار الفيدرالي الامريكي هيكون بناء او دون الاعتماد على اي بيانات اقتصاديه، وده هيضعف من القرار وهيضعف من تاثيره بشكل كبير، وهيزيد من حاله عدم اليقين في الاسواق. لكن لو صدر عندنا التضخم وتراجع التضخم في الولايات المتحده الامريكيه، ده هياكد لنا بالفعل من فكره ان هيكون عندنا خفض قادم بالنسبه لمستويات او معدلات الفائده، ووقتها يتاكد ارتفاع اسواق الاسهم الامريكيه والاستمرار في ارتفاع الذهب وتراجع الدولار الامريكي، واستمرار ايضا تراجع الين الياباني نتيجه للظروف اللي فيه. لكن ده ربما قد يؤدي الى بعض التماسك بالنسبه للين الياباني. اخر ملف عاوز اتكلم عليه النهارده هو ملف النفط. النفط بالرغم من ارتفاع التوقعات الطلب على النفط خلال عام 2026 وانه متوقع ان الطلب يزيد ب 1.4 مليون برميل، لاننا عندنا توقعات اخرى بزياده في الانتاج او زياده في المعروض ب 3 مليون برميل، وده بالتالي بيقول لنا ان هيكون عندنا المعروض كبير جدا في الاسواق، وبالتالي ده طبيعي جدا ان يخلي النفط يتاثر بصوره سلبيه، خاصه مع استمرار التعريفات او استمرار حرب التعريفات الجمركيه، وبالتالي النفط يعتبر اقرب للهبوط. ما ننساش كمان ان احنا عندنا اجتماع مهم خلال نهايه الشهر الحالي بين الرئيس الامريكي والرئيس الصيني. كان عندنا تهديد من الرئيس الامريكي ان ربما لن يكون هناك اجتماع، بعد كده ابتدت تتاكد الاخبار ان بالفعل هيكون في عندهم اجتماع الفترات اللي جايه، وان ايضا الرئيس الامريكي هيزور اليابان خلال الفترات اللي جايه. فدي اهم الملفات الموجوده معانا في الاسواق بشكل سريع. قولوا لنا توقعاتكم بالنسبه للتحركات القادمه، واستنونا في فيديو جديد.